وايه اللي هيحصل لو فضل في بطن مامته اكتر من 9 شهور؟ لو سيبنا البيبي في بطن مامته اكتر من 9 شهور فهو هيكبر اكتر، او هو هيبقى احسن، او هو هينزل طفل سليم؟ وايه اللي هيحصل لو هو فعلا فضل في بطن مامته اكتر من 9 شهور؟ 80% من الحالات المشيمه او البلاسينتا هتدي تغذيه عادي جدا للطفل، ولكن الطفل هيكبر زياده عن اللزوم في الحجم. فكل ما يكبر زياده عن اللزوم في الحجم كل ما تحصل مضاعفات اكتر للطفل وهو بيتولد، وكل ما تحصل مضاعفات اكتر لمامته اثناء الولاده. وبيبقى ماكروسوميك او كبير في الحجم، فبيبقى صعب جدا على الام ان هي تولده بشكل طبيعي، بتولده قيصري، ومخاطر القيصري اكتر بكتير جدا من الطبيعي. ال20% الباقيه من الحالات فالمشيمه هتعجز، بيحصل لها تليف وجلطات صغيره فيها، فلما يحصل كده الجنين ما يوصلوش تغذيه كفايه وما يوصلوش اكسجين كفايه، فلما ما يوصلوش تغذيه كفايه يقل في الحجم وهيصغر في الحجم، ومضاعفات الولاده بتاعته هتبقى صعبه جدا. ده غير ان هيحصل له اعراض نقص الاكسجين او الهيبوكسيا واعراض تانية مصاحبه. وبرده في حاله ان الطفل صغير جدا بيبقى خطر عليه ان هو يتولد بشكل طبيعي، فالدكاتره بيضطروا ان هم يولدوه قيصري. في كلتا الحالتين، سواء انه هيكبر زياده عن اللزوم او ان هو هيصغر زياده عن اللزوم، هيبقى خطر جدا عليه. كلتا الحالتين هيتولد قيصري، وده هيبقى خطر جدا على الام، وهتبقى المضاعفات خطيره جدا اثناء الولاده. وبس كده.